يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز، وده فلوج يوم الجمعة. فتعالوا بقى اخدكم معايا في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجه طبعا بقى فتحت الشبابيك وشغلت بخور كده علشان اعطر بقى البيت كله. بعد كده بقى بدات احضر الفطار. ومش هنفطر فطار يوم الجمعه قوي، يعني بصراحه ما بكون عامله حاجه بستسهل وبحطها في الفطار، فكنت عامله المعمول ده بقى فحطيته وحطيت جنبه كوبايتين شاي كده، وكنت سايبه لكم الطريقه في الفيديو اللي قبل ده. بعد كده بقى شغلت صلاه الجمعه كده على التلفزيون عشان احس بطقوس يوم الجمعه. بجد اليوم ده من احب الايام على قلبي. بعد كده بقى قمت لميت الغسيل اللي كان على المنشر وطبقته ورجعته مكانه تاني للدولاب. وشغلت بقى الغسالة على الغسيل اللي كان عايز يتغسل كده. ودايما بتسألوني غسلتي نوعها ايه؟ غسلتي نوعها فريش. بعد كده بقى قلت ادمس الفول عشان كنت سايباه من امبارح، فحطيت عليه بقى شوية عدس اصفر، طماطمايه وليمونه وبصلايه وشويه كركم وشويه بابريكا، بس كده. وبعد كده بقى بحط عليه ميه مغليه وبرفعه على النار وبهدي النار شويه، يعني بخلي النار مش عاليه قوي، وكل ما الميه تنقص بقى بزودها ميه مغليه تاني لحد لما يستوي خالص. كنت عايزه بقى اعمل سيرم كده لوشي، فحطيت شويه من بذور الكتان وعليهم شويه من الروزماري، وهحط عليه بقى ميه مغليه وهسيبه لحد ما يبرد خالص، وبذر الكتان ينزل الجيلاتين بتاعه ده. انا بجربه حاليا، فاول ما الاقي منه نتيجه هقول لكم عليه على طول. حطيته بقى كده وسبته لحد ما يبرد خالص. بعد كده بقى قمت عشان اجهز الغدا، فالغدا النهارده سريع كده، مش هطبخ بقى اكل وكده. عملت بس ستريبس كده هعملها سندوتشات. عملت جنبها بقى سلطه كرومب كده، بحط عليها مايونيز وبحط عليها شويه كاتشب وبحط عليها بقى معلقه سكر وملح وخل، وبس كده. عملت كمان بقى طبق سلطه حلو كده وحطيت عليه بقى شويه عيش كده كنت محمصاه. وسلطه الكرنب بقى هقلبها واحطها في السندوتشات نفسها، وبحط عليها بقى الستريبس. وانا بحب اعمل كميه سندوتشات واشيلها في علبه عشان لما نجوع بعد كده مش هقوم كل شويه اعمل اكل طبعا، فبحب اعمل كميه كبيره واحطها في علبه لانها بتنفع بعد كده. الفول بقى كان اتدمس كده وبقى بصوا شكله خطير، بس انا ما بحبش الفوليه في فولتها فهرسته كده بالهاند بلندر. المره اللي فاتت لما عملته الحبايه بحبتها بصراحه، كنت بتضايق بقى كل شويه انزل كيس وهرسه بالهاند بلندر، فقلت لا، قبل ما افرزه ههرسه كله مره واحده واحطه في الاكياس. فهرسته بقى كده خالص، ولما برد بقى حطيته في اكياس كده وقسمت الكيس على كيسين، يعني كل كيس كده مطبقه كيسين وحطيته في الفريزر. بعد كده بقى قلت ادلع نفسي وعملت دبل كلينزنج كده لوشي، وقلت بقى ايه اعمل ماسكات بقى واظبط نفسي. شلت بقى اي حبوب وبثور بالجهاز بتاع الالتراسونيك ده، بجد بيبقى حلو قوي. وعملت بقى ماسك كده عباره عن حنه بيضه وشويه ميه ورد، بجد بيرطب الوش ويفتحه يا جماعه، بتبقى خطيره. حطيت بقى كمان الشيت ماسك ده بالكولاجين وسبته كده بقى على وشي 15 دقيقه تقريبا او 10 دقايق حاجه كده. وقلت اعمل بقى كوبايتين ايس كوفي كده حلوين، والنهارده بقى اليوم بسيط كده ومفيهوش حاجات كتير، فعملت بقى كوبايتين ايس كوفي كده حلوين واخدتهم بقى وقعدنا نتفرج على مسلسل الكابتن. وبس كده يكون يومي خلص. استنوني في فلوج جديد.